مفهوم ان مريض السكر طبعا معروف ان هو لازم بيتوخى بقى الحذر في كميات السكر، لكن احنا كتير لو حد مش مريض سكر. هضيف كمان ان في ناس بيبقوا ممكن يكونوا عارفين ان عندهم مثلا في العيلة وراثيا موضوع السكر، بيربطوا في الاخر بان احنا ما ينفعش ناكل سكر كتير والا ممكن يسهل بقى ان احنا يجي لنا السكر. فهنا عايزين نفرق بين مريض السكر وبين ان اكل المواد او الحاجات السكرية تخلي الواحد يجيله السكر. لا الحقيقة مفيش حاجة اسمها كده خالص. السكر أكتر هو مرض وراثي أو جيني، إنما مش بيجي من بالذات السكر من النوع الأول اللي هو بناخد فيه أنسولين يعني، إنما مش بيجي بسبب أكل السكر. هو ممكن يجي أكتر السكر من النوع التاني بيجي للناس اللي هي تكون مليانة شوية أو سمينة أو وزنها زايد. تمام. ده يظهر فيها السكر بدري شوية، انما مش ان انا اكلت سكر هيجي لي سكر خالص خالص. ما انا ممكن اكون سمين من غير ما اكل سكر اصلا. والحقيقة يعني من الحاجات الغريبة جدا ان نلاحظ ان اغلب الناس اللي عندهم سكر تلاقيهم ما بياكلوش سكر. ممكن يكون ياكلوا عيش نشويات بس او اي حاجة تانية، انما مش مادة السكر، بالعكس.